من قبل. اما راهو زاده ما تنساش احنا عندنا اتفاقيه بتاع دول المغرب العربي. وي بالضبط. دونك هوني فما كسر للاتفاقيه زاده. حسيت انهم حبوا يفرزوا شكون اللي جاي سياحه على روحه وشكون اللي جاي للكوره. ما حسيتش فيه مشكل، سيرتو انه في السطر فما واحد من الاسره في الاخر يقول لك العباد اللي فوق 55 سنه ما تشملهمش الحكايه والموضوع هذا. من المغربيه تقرر فرض تاشيره الكترونيه على التونسيين بدايه من 25 سبتمبر الجاري الى غايه 26 جانفي 2026، وذلك في اطار اجراء استثنائي ومؤقت يتمثل في فرض هذه التأشيرة الإلكترونية على مواطني الدول المعفية من تأشيرة الدخول إلى المغرب وفق ما أوردته القنصلية العامة للمملكة المغربية بتونس على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك. وأوضحت القنصلية أن القرار هذا المتعلق بفرض التأشيرة الإلكترونية يندرج في إطار التحضير للدورة 35 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستحتضنها المغرب من 21 من ديسمبر إلى 18 من جانفي القادم. باش نحكيو في الموضوع هذا ونفهموه أكثر ونفهموا تفاصيل ونفهموا ربما تداعيات متاع هذا القرار. يحضر معنا في المباشر وزير الخارجية الأسبق سيد أحمد أنيس. مرحبا، أهلا وسهلا سيد أحمد، شنو أحوالك؟ مرحبا، أهلا وسهلا. شكرا، مرحبا، أهلا وسهلا. هذا القرار اليوم مفهوم غير مفهوم؟ شنو الإطار متاعه؟ وهذا القرار الاستثنائي اليوم منتظر ولا غير منتظر؟ والله بالنسبة للدول اللي ترتب مثل هذه المباريات هو تقليدي. معناها يعرفوا أن فما معناها احتمال أنه يقع جلب معناها جمهور يتجاوز قدرات الأمن نتاع المملكة المغربية مهما كان الظرف عنده استعداداته الخاصة به، لكن يسعوا إلى ضبط التحركات حتى ما يقعوش في استهداف خبيث من طرف بعض جهات مناوئة تحب تسيء إلى سمعة المملكة المغربية. أنا هذا اللي نفهمه من إخواننا في المملكة المغربية. معناتها هذا القرار هو قرار تقليدي وهو مشروع اليوم في إطار ضبط الأمن العام في مناسبة ودورة رياضية كبيرة معناها 9 أسابيع على ما فهمت. أي معناها محدودة في الزمن، والبيان يقصد الشعب التونسي بلهجة أخوية ويقول عاونوني. هو من 25 سبتمبر إلى غاية 26 جان في القرار. سيد أحمد معناها تحفظ وراها تحفظات وإلا أي إساءة إلى تونس. ما فيش إساءة إلى تونس وما فيش معناتها نقولوا احنا دواعي سياسية، معناتها هو قرار أمني بحت. معناتها هذا هو سيد أحمد أنيس. قرار أمني ويخشاو شيئين. أولا مهما يكثفوا من شبكة الأمن والاحتياط وتتبع الأجانب اللي ممكن يتسربوا معناها في نوايا خبيثة أولا. ثانيا يتجنبوا الإحراج مع الشعب التونسي. يصدقوا بالمسبق عاونا من شيرتك، رانا ما نقدروش نتحكموا في المباريات هذه بصفة بقدراتنا، بصفة تحترم علاقات الأخوة التقليدية اللي بيناتنا. أنا رأى أن هذا طبيعي واستنجاد بالأخوة التونسية حتى لا تتجاوزهم الأمور. هكذا نفهم. واضح جدا، واضح. وشكرا على هذه القراءة. يفضلك السيد وزير الخارجية الأسبق السيد أحمد أنيس، شكرا لك على كل هذه التوضيحات. يقول اليوم هو استنجاد بالأخوة التونسية، هو قرار أمني ليس فيه إحراج إلى تونس، وهو قرار تقليدي يأتي اليوم في إطار دورة رياضية يهدف من خلالها الأمن اليوم إلى ضبط التحركات وربما معناتها التصدي لاستهداف خبيث نجم معناتها
وقتها تتعرض له المملكة المغربية. شكرا. لي فورماسيون واللي شيما تكتيك وغيره. تعرف عفاف انه الدول المغرب معناها شمال افريقيا الكل دخلوا معناها من غير الفيزا من غير التاشيره، لكن اليوم في قرار قبل انطلاق كاس الامم الافريقيه القنصليه العامه المملكه المغربيه اللي في تونس تعلن رسميا انه الدخول الى المملكه المغربيه محمود باش يكون بالتاشيره الالكترونيه من بطبيعه كوب دافريك من 21 ديسمبر ل 18 جانفي. تقول انه السلطات المغربيه اعتمدت بشكل استثنائي ومؤقت التاشيره الالكترونيه على مواطني الدول المعفيه من تاشيره الدخول الى المغرب، ويشمل هذا الاجراء المؤقت مواطنو الجمهوريه التونسيه الشقيقه باش يبدا العمل به من 25 سبتمبر. دونك راهو التوانسه اللي باش يمشيو للمغرب ابارتير من 25 سبتمبر يلزم يكون عندهم الفيزا الكترونيك حتىش ل 25 جانفي 2026. يقول انه على الاشقاء التوانسه اللي يرغبوا في حضور مقابلات كاس الامم الافريقيه طلب التاشيره الالكترونيه عن طريق اون ابليكاسيون سموها يلا كيما هي اللي كانت في يلا كيما اللي كانت في قطر هي معناها تاع الكوب دي موند الاخرانيه وحتى لي كومبيتيسيون الكل مش كان في الكوب دي موند كهو. دونك ابليكاسيون اسمها يلا وعدت خصيصا للتظاهره الرياضيه من طرف الجامعه الملكيه المغربيه بالنسبه لطلبات الدخول من اجل السياحه الاعمال والى الزيارات العائليه وغيرها. يتوجب على اصحابها انه ايداع الطلبات نتاعهم قبل 96 ساعه من تاريخ الدخول عن طريق الموقع الالكتروني www.accesmaroc.ma. دونك الاجراء هذا يستثني كما نقولوا مؤقتا هما اصحاب جوازات سفاره دبلوماسيه خدمه خاصه والرسميه المقيمين في المغرب بشكل قانوني وعندهم بطاقه اقامه سريه المفعول، العابرون للمطارات المغربيه صفه ترانزيت من غير الدخول التراب المغربي، المتزوجين ولا المتزوجات من حاملي الجنسيه المغربيه ويلزم يكون عندهم كما نقولوا هما رابطه للزواج ما يثبت، وعندك البالغون من العمر 55 سنه فيما فوق. الاجراء هذا لقى مؤيد ومعارض قطر من قبل بالفيزا من قبل. اما راهو زاده ما تنساش احنا عندنا اتفاقيه بتاع دول المغرب العربي. وي بالضبط. دونك هوني فما كسر للاتفاقيه زاده. هي استثنائي ومؤقت. نعرف اللي مازال ما نعرفوش عفاف. نشوفوا العباد اللي باش يصبوا توا اسكو كي تصب تنجم تصير لك ريجكتد معناها تنجم ما يقبلوكش والا جوست تنظيميه كي تصب تتعدى وكهو. وهي ابارتير من 25 سبتمبر وي ابارتير من 25 سبتمبر. دونك كيما قلنا ابليكاسيون اسمها يلا تنكملوا ديجا ونشوفوا اسكو تعلم السلطات معناها انت كونكريتمون باش تعمل البحث الامن ولا محمود في نجموا نعلقوا في اي بيان سور نحب رايك انت جوست العباد باش نبداو فاهمين ترانزيت راهو تعدى كيما قبل. ماشي راه اخرى انا حسيت انهم حبوا يفرزوا شكون اللي جاي سياحه على روحه وشكون اللي جاي للكوره. ما حسيتش فيه مشكل سيرتو انه في السطر فما واحد من الاسره في الاخر يقول لك العباد اللي فوق 55 سنه ما تشملهمش الحكايه والموضوع هذا من اصله. فما حسيتش فيها تنومير دبلوماسي خاطر برشا فما نوع نتاع تجيش وكل شيء. ما نشوفش بوغ لو مومون حتى توا ما نشوفش انه فما مشكل في الموضوع. بلد شقيق حاب يعمل تنظيم معين. نجموا نحن في تونس زاد القدام تكون عندنا تظاهره رياضيه ولا اقليميه ولا ثقافيه زاد نعملوا تنظيم من النوع هذا. ماهيش حاجه الحقيقه. تحس في الكوميونيكي محمود قاعدوا يعاودوا في كلمه الاجراء الاستثنائي والمؤقت. استثنائي ومؤقت استثنائي ذكرني وين صارت انا الدول اللي عملوا هكايا اجراءات استثنائيه كيما هكايا في علاقه بالرياضه زاده صارت معناها مش اول مره. المغرب صارت مش اول مره. لا في المغرب اول مره. مش نحكي على المغرب نحكي على دول اخرى. لا الحقيقه قبل ما صارتش انه فما اجراءات استثنائيه مؤقته. تحكي على ديزابليكاسيون معناها صارت في قطر في الكوب دي موند 2022 انه باش تاخذ فيزا